مشجعين الكورة في كل مكان، أحلى مسا عليكم. أهلًا بيكم في حلقة جديدة في هندسة التحليل. النهارده أنا جاي أتكلم عن محمد صلاح. أنا ما كنتش عايز أتكلم بصراحة، يعني كنت باجهّز فيديو تاني خالص غير ده. كنت عامل حسابي إني هاعمل له فيديو بعد ما دافعت عنه المرّة اللي فاتت قدّام صاحي. كنت هاعمل فيديو بعد المؤتمر الصحفي الجميل اللي هو عمله والكلمتين الجامدين اللي في الجون اللي هو قالهم. وبعدين فوجئنا كلنا طبعًا بتصريحات يورجن كلوب والتصريحات الأجمل اللي طالعة من اتحاد الكورة. خلّونا ندردش شوية في الموضوع ده كده ونشوف إيه الموضوع ده وأوّله إيه وآخره إيه. كفاية رغي لحد كده ويالّا بينا نخش في المعمعة. مبدئيًا كده يا جماعة أنا من الناس اللي دايمًا بتدافع عن محمد صلاح، يعني ساعة الإصابة حتى لمّا صاحي لمّح كده إن الإصابة ممكن يبقى هو بيستهبل أو بيتدلّع أو مش عايز يلعب، قُلت له: "لأ، هو متعوّد في إنجلترا على كده ومن ساعة ما سافر وراح أوروبا وهو لازم ما يلعبش على إصابة." وstill أنا معاكم إن ده تصرُّف صح، أنا مش شايف إن ده تصرُّف غلط. بس اللي حصل بعد كده بصراحة حاجة تحرق الدم جدًا. في إيه يا عم؟ هو إيه ده اللي أنت رايح تتعالج في إنجلترا ومكسوف تطلع تتكلم فمخلّي مديرك الفني اللي في إنجلترا هو اللي يتكلم؟ في إيه يا عم؟ إيه هو ده؟ يعني إيه؟ يعني إيه أصلًا تسيب المنتخب في بطولة؟ في إيه؟ هو أنت أول لعيب يتصاب والّا آخر لعيب يتصاب وهو في بطولة ويفضل المشكلة إن أنت مش لعيب، المشكلة إن أنت كابتن المنتخب، عارف يعني إيه كابتن المنتخب؟ عارف يعني إيه كابتن منتخب مصر في أفريقيا؟ أنت مستوعب؟ أنت فاهم؟ عارف مين لبس قبلك الشارة دي يا ابني؟ اللي أنت مش عايز تلبسها دي، الناس اللي كانت بتقول غلطة إن هو لبس شارة الكابتن، فعلًا هي غلطة، وأنا عرفت دلوقتي يورجن كلوب ليه ما خلّاكش كابتن ليفربول الأول، بعد ما في أول السنة، اختار فان دايك وما اختاركش، عشان أنت ما عندكش روح القائد يا ابني، هو أنت عندك انفصام في الشخصية يا صلاح؟ يعني إزاي منين تطلع تتكلم في المؤتمر الصحفي وتقول كلمتين حلوين وتقول إن أنا أستحمل الضغط بس اللعيبة الصغيرة ما تستحملش الضغط وما تستحملش الكلام وأنا ما بيفرقش معايا الكلام، وأنت متخيل اللعيبة الصغيرة لمّا تشوفك بعد ما اللي أنت هتعمله ده هيحصل إيه؟ هيبقى شايفين قدّام إيه؟ يعني أمّا يكبر بقى اللعيب الصغير ده ويكبر ويبقى هو كابتن المنتخب، هيعمل فينا إيه؟ أمّا أنت يا كابتن اللي لابس الشارة لمّا اتصبت مشيت. والنبي عشان أنا من الصبح عمّال أقرا في تعليقات وناس بتكتب وبيدجات بتشيّر. يا جماعة أصل العلاج في إنجلترا غير العلاج في كوت ديفوار ومش عارف إيه. لا يا حبيبي، في نجوم ومش هاقول نجوم بحجم صلاح، لأ في نجوم زي مزراوي بيلعب في بايرن ميونشن أكبر نادي في ألمانيا، اتصاب. وليد الرجراجي باتحاد المغرب باللعيب نفسه رفض إن هو يمشي، راح بايرن عمل إيه؟ راح باعت له طاقم طبي يطمن عليه وهو قاعد في كوت ديفوار، قاعد مع فرقته عشان يشجع منتخب بلده ويقف جنب بلده ويقف جنب اللعيبه اللي هو بيلعب معاها، وده مش كابتن، ده مش كابتن، ده لعيب عادي في الفرقه. ما بالك أنت بقى يا كابتن، يا اللي لابس شارة الكابتنة على كتفك، أنت بتهزر يا ابني؟ ومش بس هو، توماس بارتي لمّا اتصاب مع غانا في البطولة اللي فاتت أو اللي قبلها مش فاكر، وبرضه ما رضيش يروح، أرسنال بعت له الطاقم الطبي يطمن عليه، أنت لا أول ولا آخر واحد، في إيه؟ في إيه؟ هو أنت فاكر إن أنت تاريخك اللي أنت عملته ده كبير أوي لدرجة إنك تكبر على المنتخب؟ لا يا حبيبي، ما فيش حد بيكبر على المنتخب، لا، 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 ما فيش. ده كريستيانو رونالدو بجلالة قدره اللي أنت ما وصلتش ربعه، مش هاقول لك بقى نُصّه، أنت ما وصلتش ربعه، ده معاه بالون دور حاططهم عرض كده، وجايزة الهداف اللي أنت خدتها مرتين 3 وفرحان بيها، ده عنده منها كتير، وعنده بالون دور وكسبان يورو وعامل كل حاجة. لمّا اتصاب في ماتش المنتخب عمل إيه؟ كان بيعبّي الدموع عشان مش عايز يخرج من الملعب، بالدموع، واسمه كريستيانو رونالدو، كان مقفّل اللعبة، خلّص كل حاجة، ما حدش طالب منه حاجة أصلًا. أنت مين يا ابني؟ أنت مين عشان تعمل كده فينا؟ عايز تمشي؟ يا ريت تمشي ما تجيش تاني. تلع ت ت تعتزل لعب دولي بقى، تبطّل لعب كورة، خلّيك في إنجلترا، خُد الجنسية الإنجليزي، يمكن يخلّوك احتياطي لساكا، لإنّك أكيد مش هتبقى أساسي على عيّل عنده 22 سَنة و23 سَنة، مش هيقعّدوك أنت تلعب. فأنت يا باشا إحنا مش عايزينك.
يعني تمنيت والله إن أنا لمّا قريت الخبر بتاع يورجن كلوب قُلت لا، لأ، صلاح هيطلع يقول الكلام ده ما فيش، وأنا قاعد مع منتخبي، وأنا قاعد مع لاعيبتي، وأنا قاعد مع الرجالة اللي أنا بالنسبة لهم أنا مثل أعلى، وأنا قاعد معاهم. لكن واضح إن ما فيش، لمّا يطلع اتحادنا الموقّر لا مؤاخذة، يطلع يقول لا يا جماعة لا، ده هو هيمشي بعد ماتش الراس الأخضر، ولو صعدنا إن شاء الله هييجي لنا على نُص النهائي. يا أخي بلاش نشتم، بلاش. يا راجل إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده بدل ما تطلع تقول ما أنتش ماشي ولو مشيت ما تجيش، رايح تقول له لأ أصل بتلطّف لنا الجو. لا يا عم إحنا مش عايزينه، إحنا ما بقيناش عايزينه. يعني أنا اللي بادافع عنه، أنا مش هاقول لكم بادافع عنه قدّام الكاميرا، أنا بادافع عنه مع الناس، مع صحابي، مع الناس اللي باتكلّم معاها في الكورة، بادافع عنه على طول. باقول لهم لا يا جماعة، صلاح مش متخاذل، صلاح بيعمل كل اللي يقدر يعمله مع المنتخب. المنتخب هو اللي مش زي الناس اللي بيلعب معاها في إنجلترا، لأ ده بيجيب آخره. لا، يقول لي أصل أنا ماشي وعشان عندك إصابة. يا جدع ده ميسي اللي هو ميسي اللي بقى بجد إمبراطور اللعب. صحيح أنا ما باحبوش أوي، يعني أنا باحب كريستيانو أكتر، بس ميسي ما حدش يقدر يفتح بُقّه في إن ده أحرف واحد وأكتر واحد مُبهر لمس الكورة. ما حدش عمل اللي هو عمله. ميسي في ماتش الأرجنتين كان أنكل رجله بينزف دم، عارف يعني إيه بينزف دم؟ وكمّل لعب وما خرجش من الملعب. وأنت جات لك إصابة عضلية هتقعّدك ماتشين والّا هتقعّدك البطولة كلّها، مش هتلعب ولا ماتش. فين دورك كقائد يا ابني؟ أنت قائد المنتخب. لمّا القائد يسيبهم ويمشي هم يعملوا إيه؟ أنا مش عارف مدير فني إيه اللي وافق على، المفروض أصلًا اللعيب ما يوافقش، لو النادي طلب اللعيب ما يوافقش، والفيفا عشان بس ما حدش يقول لي أصل قوانين وعقود واشمعنى صلاح اللي يبقى في عقده الموضوع ده. الفيفا أصلًا مش حاطة القاعدة دي، إن اللعيب يتصاب يرجع ناديه، لا مش موجود الكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص. من حق اللعيب إنه يفضل مع ناديه لغاية ما الفيفا ديت بتاعه يخلص. فانت يا باشا كان المفروض كقائد المنتخب هتقعد وتشجع لعيبتك وتشد من ازرهم، بالذات ان احنا عاملين اداء زي الزفت، وانت بالذات عامل اداء زي الزفت. ده الكره نزلت لك في منطقه الجزاء فوتها ما عرفتش تحطها، ومصطفى محمد اللي حطها، والتانيه نازله لك في الست يارده جنب العارضه بتحطها في ليفربول وانت مغمض ما عرفتش تحطها. وقعدنا نقول معلش اصل الضغط، اصله تعبان، اصل الاستريس عليه كبير، اصل ايه يا عم؟ ما تجيش تاني يا صلاح، روح وما تجيش تاني يا صلاح. لو مشيت ما تجيش ولا تلبس شرط المنتخب تاني ولا تلبس تيشيرت المنتخب تاني ولا عايزين نشوفك في مصر اصلا. خليك بقى قاعد في انجلترا، احتفل معاهم بالكريسماس واعمل معاهم اللي انت عايزه، لكن ما تجيش تلعب معانا. اللي يلعب معانا يا ابني رجاله وبس، رجاله وبس. احنا دايما منتخبنا عمره ما كان فيه نجوم عالميه. ميدو لما كان ميدو احمد حسام ميدو في عزه وبس زعق للمعلم حسن شحاته طلعه وما خدوش المنتخب تاني، وهو احسن لعيب في توتنهام، وجاب معاه محمد ناجي بداله محمد ناجي جده وكان بينزل يحط له جون كل ماتش. فاحنا منتخبنا عمره ما كان فيه نجوم عالميه. دروجبا بجلاله قدره اللي كان منيم انجلترا من المغرب كان بيجي لغايه عندنا ويعمل خط ويروح في 60 داهيه وما يكسبش. فانا مش عارف انا اقول ايه اكتر من كده. بجد دمي محروق من امبارح ومش قادر. بجد يعني مش عارف اقول ايه. بجد ما تجيش تاني، ما تجيش تاني. لو مشيت ما تجيش، لو مش هتبقى قائد وراجل وعارف يعني ايه منتخب مصر وبيلعب في بطوله ولازم ابقى واقف جنبه، ما تجيش تاني. وبالنسبه لاتحادنا لا، انت ليكوا حلقه بقى بعد البطوله ما تخلص كده ونفوق، لان الكره المصريه اصلا زي الزفت. يعني انا مش عارف يعني مش مالوش مكان اتكلم دلوقتي. خلي البطوله تعدي على خير، ربنا يسهل، والنهارده ان شاء الله الساعه 10 ماتش راس الاخضر نصعد وربنا يكرم ونكمل في البطوله، ولما نطلع ونهدى كده يبقى لينا كلام تاني. اعذروني لو كنت متعصب ودم، بس بجد دمي محروق، دمي محروق من امبارح، وعمال اقول لا مش هيحصل، لا مش هيحصل، لكن بجد خلاص كده. يعني يا صلاح انت وقعت من نظري وقعه مش هترجع تاني. حاولت الاقي لك اي مبرر، في دي بالذات مفيش. فاعذروني لو كنت اتعصبت، وادعموا منتخبنا، ادعموا رجالتنا، عندنا رجاله تلعب احسن من صلاح سواء في المنتخب حتى لو مش كسبناش البطوله دي، في بطولات جايه كتير وعندنا ناشئين شاطرين وعندنا لعيبه هتطلع ترفع اسم مصر تاني في البطوله.
ادعموا منتخبكم وفكوكوا من صلاح وانسوه، خلوه يروح يرجع انجلترا وما لناش دعوه بيه. واشوفكم بعد الماتش ان شاء الله في جوهري وصحي ومنتخبنا في افريقيا، نحلل ايه اللي حصل في مباراه الراس الاخضر بعد ما نصعد باذن الله. يلا اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش بقى لايك كومنت شير، واشوفكم الحلقه الجايه، سلام.